يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل الشهداء مع الصديقين والشهداء والصالحين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون, brothers and sisters in Islam, brothers and sisters in humanity, brothers and sisters in New Zealand, last Friday, I stood in this mosque and saw hatred and rage in the eyes. وكنت أرى الغضب في عيون ذلك الإرهابي الذي قتل مجموعة من الشهداء، وصل عددهم إلى 50 شهيدا، وجرح 42 رجلا آخر، وحطم قلوب الملايين عبر العالم. واليوم وفي نفس المكان الذي وقعت فيه الحادث أنظر وأرى الحب والرحمة في عيون الحاضرين وفي عيون آلاف النيوزيلنديين والإخوة الدينيين والفنسانية من كافة بقاع العالم. أشعر بقلوب الملايين الذين هم ليسوا معنا جسديا لكنهم بأرواحهم حاضرة معنا. إن هذا الإرهابي أرى أن كان يستهدف إلى درب بلدنا بإيديولوجيا شيطانية والتي طغت والتي انتشرت في كافة أراضي العالم، لكن بالمقابل نحن أبنا وكشفنا على أن نيوزيلندا لا يمكنها أن تتحطم ولا تنكسر، وأننا أبنا للعالم، والعالم أمكنه حين أن يرانا جميعا. لكن بالمقابل لقد أبنا على أن نيوزيلندا لا يمكن حتى تحطيمها، وأن العالم أمكن حينها أن يرانا جميعا كنموذج للحب والوحدة. نحن مفطورة قلوبنا، لكن نحن لم ننكسر بعد. نحن لازلنا على قيد الحياة، ونحن جميعا وحدة واحدة. ونحن مصرون دوما على أن نتصدى لكل من يسعى إلى زرع الفرقة بيننا. نحن ملتزمون ومصرون على أن نحب بعضنا البعض وأن ندعم بعضنا البعض. هذه الإيديولوجيا الشيطانية التي تقوم على الهيمنة لا يمكنها لم تضربنا نحن بعد فقط، ولكن ضربت العالم بقوة. إن عدد الأشخاص الذين قتلوا لم يكن اعتياديا، لكن أوجه التضامن في نيوزيلندا كانت تفوق الخيال. لأسر الضحايا، إن أحباءكم لم يموتوا سدى. إن دماءهم لقد أنعشت أرض الحب، وعبرهم
أن العالم سيرى طهر الإسلام وطهر الوحد وحدتنا جميعا. وكما قال الله تبارك وتعالى في قرآنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Do not say of those who have been يقول الله تبارك وتعالى للأشخاص الذين قتلوا that they are dead. لأنهم They are alive. لم يموت ولكنهم على قيد الحياة. Their Lord. They were the best of us. إنهم أحسن منا جميعا. Taken from us on the best of days. لقد أخذوا منا في الأيام الرائعة وفي الأماكن الجيدة، And performing, وأنهم يجسدون الفعل الطيب، and they are not just martyrs. وأنهم ليسوا شهداء إسلام فقط، شهداء إسلام فقط، ولكنهم They are martyrs. إنهم This nation. شهداء هذه الأمة، أمة نيوزيلندية. Our loss of you is a gain. إن فقدان هؤلاء هو تأكيد على وحدة ونجاح وحدة نيوزيلندا. An awakening إنه just for our nation, يقظة لأمتنا for all humanity. ولكل الإنسانية. Your martyrdom, إن استشهادهم new life, هو حياة جديدة لنيوزيلندا وفرصة جديدة لأرواح الكثيرين. our assembly here, إن اجتماعنا اليوم في هذه اللحظة all the shades of مع our كل الأشخاص وهذا التعدد الذي نواجهه تمثل شهادة humanity. على إنسانيتنا وعلى وحدتنا الإنسانية. We are here نحن هنا hundreds, بالمئات والآلاف موحدون one purpose, من أجل هدف واحد ووحيد، that hate هو أن الكراهية يجب القضاء عليها، وأن الحب will redeem us. هو الذي يجب أن يوحدنا ويستديم. We are taught by our prophets لقد تعلمنا من رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم that you can never أنه show gratitude لا to يم- Almighty God يمكن if you are incapable of لا يمكننا أن نوضح ونبرز حبنا للشهداء إذا لم نكن قادرين على أشخاص المحيطين بنا. ولهذا أقول للشعب النيوزيلندي: thank you. شكرا لكم، Thank you شكرا لكم، for your tears. شكرا لدموعكم، Thank you وشكرا for your haka. لتضامنكم ووقوفكم إلى جانبنا، وشكرا أيضا لورودكم، Thank you وشكرا أيضا for love. لحبكم ورحمتكم. To our Prime Minister, لرئيسة وزرائنا thank you. شكرا لك، Thank you for your leadership. شكرا لقيادتك وزعامتك. Been a lesson. لقد شكلت درسا لزعماء العالم. Thank you for holding وشكرا أيضا لأنك وقفت على جنبنا وشرفتينا the simple scarf. بهذا بغطاء رأس المهم. شكرا جزيلا لكلماتك ودموعك ودموع التعاطف التي أبنت عنها. شكرا لك أيضا For being one
لأنك أصبحت واحدة منا. شكرا لك أيضا للحكومة النيوزيلندية وكل الشعب الرائع الذي كشف عنا وعبر لنا أننا شهداء ولن يمكن نسياننا. شكرا للقوى الأمنية النيوزيلندية وشكرا لقوى التدخل السريع. إنكم وضعتم حياتنا قبل حياتكم يوم، وهذا هو ديدنكم يوميا. شكرا لكم لجيراننا الذين فتحوا أبوابهم لحمايتنا من القاتل ومن رصاص القاتل. شكرا لكم أيضا لأولئك الذين وضعوا سيارتهم تحت تصرفنا لإنقاذنا. شكرا أيضا لأولئك الذين قدموا لنا الغذاء وساعدونا حينما كنا عاجزين عن الوقوف. شكرا لكم. شكرا نيوزيلندا لأنك قدمت للعالم درسا كيف يكون الحب والاستشفاء. إلى إخوتي وأخواتي النيوزيلنديين الذين حضروا معنا اليوم في هذا اللقاء للقيام بالصلاة الأسبوعية، صلاة الجمعة الأسبوعية. شكرا جزيلا لقدومكم معنا مرة أخرى. إنه من السهل مكان أن تشعر بالضياع بعض هذه الحوادث أنتم ونحن بعد هذه التجربة، لكن وعد الله جعل أن يجعلنا جميعا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Give glad news. أن تقدم أخبارا جيدة للأشخاص.